اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. يوم جديد وفيديو جديد من اسرار المطبخ مع هيام. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله كده يعود عليكم بالخير واليمن والبركات بمناسبة شهر رجب. ان شاء الله يهل علينا شعبان ورمضان واعوام عديدة، لا فاقدين ولا مفقودين، ويخليكم ويخلي حبايبكم وولادكم، وتشوفوا الهنا والسعد والسرور. وسنة جديدة 2025. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله كده تحققوا فيها كل اللي نفسكم فيه. راحت سنة 2024 بكل حلوها ومرها، وإن شاء الله إن شاء الله 2025 تبقى سنة الهنا والسعد والسرور، وكل اللي نفسه في حاجة محققهاش في 2024 والأعوام التانية بإذن الله يحققها في 2025 وأكتر كمان مما تتمنوا بإذن الله. إن شاء الله كده النهاردة قلت إيه، خارجة بقى من الدور اللي كنت واخداه بقى، ما كنتش باسجل لكم الفترة اللي فاتت بصراحة، لإن كان دور البرد كان شديد أوي، هُم بيقولوا ده متحوّر كورونا. كان للأمانة مطوّل أوي، يعني مش راضي يخف، مش عارفة في إيه، بس الحمد لله ربنا عافاني بفضل الله، وبقيت أحسن، وبقيت كويسة ببركة ربنا، الشفا من عنده إن شاء الله. فقُلت بقى إيه، أسجل بقى فيديو لحبايبي وحاجة كده بسيطة وسريعة كده مش كتير. قُلت أعمل إيه، قُلت أعمل مكرونة بالبشاميل بالبانيه بالنجريسكو يعني. كان عندي كام قطعة بانيه كده في الفريزر حوالي نُص كيلو، فقُلت إيه، آخُد كام قطعة كده بقى أستغلّهم وأعمل بيهم المكرونة عشان ما انزلش بقى ولا أطلع ولا أروح في حتّة، وبتبقى برضه والله طعمة وطعمها حلو. رَك على النَفَس واعملي كل حاجة كده بإخلاص وحُب وهتلاقيها طعمها زي العسل. ده كده بقى المكرونة الأقلام ديّة أنا ما باحبش أغليها يعني أسويها أوي، بالذات للمكرونة اللي بالبشاميل، ليه؟ علشان ما تبقاش طرية ومعجنة كده، لأ، يعني هو إيه 7، 8 دقايق كده على النار وهي بتتسلق، أصفّيها ومش باشطفها، على أساس إن أنا أمّا أحط لها البشاميل تمسك فيه ما تبقاش مفرفطة كده، تيجي ت ت ت تطلّعي الخلطة بعد أمّا تستوي تبقى الخلطة بخرطتها، ما تبقاش مفككة منِّك كده وسايبة. هنا بقى إيه، طبعًا أنا اللي كنت إيه، قايمة بدور التصوير والمونتاج، فعشان كده بقى إيه، كنت باصوّر بإيد واحدة، مش بناتي ما كانوش موجودين يصوّروني، فقُلت بقى إيه، حاجة أعملها عشان أعرف أصوّر يعني. أنا كان بنِفسي إن أنا أحُط كُلّه في توقيت واحد، أنا باحب أحُط المكرونة على عين وال وال البشاميل على عين والكلام ده كُلّه، وكل حاجة إيه، كُلّها في وقت واحد، ما بتاخدش معايا حاجة والله. يعني الناس اللي تقول لِك لأ المكرونة بشاميل مُتعبة، فين التعب اللي فيها؟ عين هتسلقي عليها المكرونة، العين التانية تعملي البشاميل قوام، قوام على بال ما المكرونة تستوي، تكون البشاميل استوى، الناحية التانية تكوني حاطة ضربتِ البصل في الكبة بتاعتِك أو خرّطيه بالمبشرة أو على إيدِك أو أي حاجة، وتنزلي باللحمة المفرومة بتاعتِك أو الفراخ أو في ناس بتعملها بالكبد والقوانص، بتفرمها في الكبة، أي حاجة أنتِ تحبيها، بالسوسيس، بأي حاجة، يعني طبعًا كل واحد على حسب ما يحب. هنا وهنا وهنا، وتكوني مولّعة الفرن، تحطّي كلّه على بعضه، ما فيش نُص ساعة، ساعة إلا بالكتير، وتكون صينية المكرونة جاهزة، وتقول فين اللي هياكلني. بالهنا والشفا، وأوام أوام وكل الأكل يبقى جاهز، وتطلع بقى من الفرن سخنة، تغرفيها وتاكلي في البرد ده كده حاجة سخنة كده وتنتعشي. ألف هنا وشفا. أنا هنا بقى كنت عملت البانيه بتاعي كده بالبصل والفلفل الأخضر، عندِك فلفل ألوان ماشي، ما عندكيش فلفل خالص ما فيش أي مشكلة، وكنت عاملة صلصة، ونزلت بيها بالصلصة بتاعتي، حطيت بقى البهارات بتاعتي ملح وفلفل أسود و7 بهارات، عندِك مرقة دجاج ما فيش مشكلة، وهنا بقى البشاميل 6 معالق دقيق. طب أنا كنت حاطاهم في الطبق على أساس إن أنا باصور لوحدي، يعني أنا ماسكة التليفون بإيد وبالإيد التانية شغالة بيها، ف ونزلت بقى إيه بعد أمّا قلّبتها نزلت بحوالي كيلو من اللبن. طب ال6 معالق دول يربطوا كيلو اللبن؟ آه يربطوه، ويطلع معاكِ بشاميل زي العسل. بُصّي بقى دي القشطة بتاعة اللبن، أنا كنت غالية اللبن قبليها وسايباه كده شوية عشان يعمل قشطة، وتبقى إيه البشاميل كده دسم وجميل. وبعد أمّا قلّبته خالص، طول ما إيدِك بتقلّب كده والبشاميل أنتِ محمّراه كويس وسمنته
أو الزيت بتاعه حلو، مش هيعجن معاكي خالص، ما تقلقيش. وتنزلي بقى ايه بعد ما بيبرد، انا بحط فيه بيضتين، والبهارات بقى بتاعتي ملح وفلفل اسود وسبع بهارات برضو، تدي تطعيمه حلوه، مرق الدجاج. وتنزلي بقى ايه نص في تلات ارباع المكرونه بحطها تحت، ومن فوق بقى ايه بخلي يعني ايه حوالي ربع كميه المكرونه اللي معايا. لو وصلتي بقى لغايه هنا في الفيديو، ما تنسيش هيام اختك حبيبتك بالاشتراك وتفعيل زر الجرس كده عشان يوصلك كل ما هو جديد. ويا رب كده يكون فيديوهاتي بتعجبكم ويكون طريقتي حلوة معاكم. أنا بحبكم في الله، ويا رب كده عيلتنا تكبر إن شاء الله، ونوصل كده لأكبر عدد، وربنا كده يفرحكم ويسعد قلبكم. ويا رب كده تكون الحاجة اللي بعملها كده بتنول إعجابكم. طبعا انتوا أشطر مني بكتير وبتعملوا حاجاتكم أحسن مني، بس أنا بقول أشارك معاكم يعني الحاجات اللي أنا بعملها. اهو حط بقى كمية البشاميل كلها بعد ما نزلت بالمكرونة بقى الطبقة التانية، وبعد كده بقى بمنديل، بفوطة مبلولة، بأي حاجة كده انضف طرف الصينية عشان يبقى شكلها حلو كده. وبعد كده بقى حطيها تحت في الفرن من تحت او على الشبكة، وولعي من تحت الاول، وما تحسي بقى انها ايه استوت من تحت، تبتدي بقى تحطيها على الشواية. وانا بحب اطلعها لونها غامق كده، ايه رأيكم؟ والله العظيم طعمها زي العسل. تسلم ايديا والله. اهي سخنة موحوحة، وهوريكم البخار وطالعة متماسكة وجميلة زي العسل اهي. ايه رأيكم بقى؟ والله العظيم وطعمها لوز العنب. طبق سلطة بقى، شوية بطاطس محمرة، عندك بانيه، عندك كفتة، عندك فراخ، عندك أي حاجة، عندك الخير كله. ما تستخسريش واعملي. يلا دوقي حبايبك كده وخليهم كده ايه يعيشوا في خيرك دايما كده، بيوتكم مفتوحة وعمرانة بالخير، والخير كله عندكم إن شاء الله. اهو بطاطس محمرة وشوية سلطة، وكلنا واتغدينا وزي الفل. كنت جايبة بقى ايه 3 كيلو البتاع الجميل ده، البنجر ده البنفسجي القمر العسل ده، ابو خدود بنفسجي ده الجميل. انا كنت جايبة القطاعة دي بقى لها فترة عندي كبيرة، ودايما بقى ما بحب اعمل المخللات بتسهل عليا بصراحة، وبتدي شكل جمالي كده حلو لللفت او الجزر او الخيار او اي حاجة انت هتعمليها. ما عندكيش مفيش اي مشكلة برضو. انا ايه قطعت بقى اللفت صغير. طب ليه؟ علشان اللي ياخد واحدة ما يرجعش منها حاجة تاني في الطبق. اللفت من ضمن الاكلات اللي انت لو خدتي منها قطمة وحطيتها في الطبق ما بيبانش انت قطمة منها ولا لا. فايه للامان يعني وللنظافة برضو، ان انت تقطعيه صغير بحيث ان انت ايه تكون على قد القطمة اللي انت محتاجاها. خلاص انت هتحطيها في بقك ايه وهتاكليها بالهنا والشفا وخلاص على كده. بيكون اشيك والله وطعمه احلى. ويا رب كده ايه تعملوه تاكلوه في الهنا وينول اعجابكم. انا كنت جايباه اخر فيديو عملته معاكم، وكنت مصوره وانا كنت بغسله، بس للاسف بقى ايه سبته لتاني يوم لان كان البرد كان شد عليا جامد، فما قدرتش ان انا اعمله. عملته تاني يوم وكنت نقعاه بقى في الطبق كان فيه شويه ميه ونسيته خالص. وداخله المطبخ بقى تاني يوم كده بتسند تعبانه، يا نهار ابيض انت لسه موجود؟ ما انا نسيت اعملك. لا تعالى بقى يلا على على البرطمانات. اهو برطمانات ايه تبقى نضيفة ومتعقمة كده وحلوة زي العسل، تنزلي بيها بقى ايه باللفت الجميل بتاعك. عملت اللفت كده، عندك خيار، عندك جزر، عندك اي حاجة حابة انك تخلليها، عندك قرنبيط. او في بلاد بتقول قرنبيط، تعمليه وتخلليه. مفيش حاجة بتخسر، كل حاجة تبقى في البيت حلوة ونظيفة. اهو خرطيه وتعمليه. نصيحة بقى يعني من خلال تجاربي، بلاش تحطي للليفت بنجر. البنجر ميته بتبقى غامقة قوي،
وحلو وهو لسه كده من غير ما اللفت يتخلل. أول ما اللفت يستوي والبنجر ده جوّه البرطمان، بتلاقي لونه بقى جربان وشكله بقى وِحِش جدًا. اليوتيوبرات الحلوين الأمارات اللي بيعملوا show عشان يبيّنوا إن هم يعني ما فيش زيّهم، ويروحوا عاملين لِك الفيديوهات إن هم ضربوا البنجر في الخلاط وحطّوه على مَيّة الترشي، وبُصّي المَيّة بقى عامل إزاي. تعالي بقى تاني يوم أو تالت يوم، لو أنتِ جدعة اقدري بُصّي لمنظر التخليل، هتلاقي كل البرطمان اللي أنتِ عملتيه ده بقى لونه وِحِش أوي، وخصوصًا مع اللفت. اللفت هيبقى لونه وِحِش جدًا، مجرِب. أنا يمكن عملته معاكم السنة اللي فاتت، وقُلت أنا ما كنتش باعمله بالبنجر للأمانة، وقُلت لأ أنا شايفة الناس كلّها بتعمله بالبنجر أعمل زيّهم يمكن. لأ، طلع وِحِش أوي، سيء جدًا. طعمه حلو وكل حاجة، ولكن العين بتاكل قبل البُق. شكله ما كانش عاجبني خالص، وقُلت تجربة ومش هاكررها. وواحدة جارتي حبيبتي برضه قالت لي إن هي عملته وحطِّت له. هي ما كانتش عارفة السبب إيه من الغمقان بتاعه اللي زاد عن اللزوم ده. فأنا قُلت لها: "ده أنتِ حاطة بنجر؟" قالت لي: "آه." قُلت لها: "من البنجر." طَب إحنا عايزين لونه يبقى وردي كده وجميل في البرطمان نعمل إيه؟ اعصري عليه ليمون. بس، ليمونة واحدة بس على أي كمية أنتِ هتعمليها. لو الكمية كده 3 كيلو زيي، أنا ما عصرتش غير ليمونة واحدة وعلى البرطمانين. المَيّة أهي حطيت عليها عصرة الليمونة وقسّمتهم على البرطمانين، وطلع لونه وردي وجميل وزي الفل. بيبقى لونه وردي من إيه، من اللفتاية اللي لونها بنفسجي دي، هي بتخرط اللون بتاعها مع الليمون، فبيبقى لونها بعد كده بتخلّي لِك البرطمان كلّه لونه وردي. لكن ما تحطيش بنجر خالص لللفت لو أنتِ عايزة لونه حلو. دي نصيحة أو التجارب اللي أنا عملتها كذا مرّة. وبإذن الله تاكلوه وتعملوه وتاكلوه في الهنا يا رب، وبألف هنا وشفا عليكم وعلى قلبكم. مش اللايك لغاية دلوقتي أنا شايفاكِ اللي بتتفرّجي عليَّ ولسه ما حطيتليش اللايك. يالّا حطّي بقى اللايك الجميل، ودعّميني بقى عشان قناتي كده تكبر بيكم. مش هاصفّي البذر عادي ما فيش مشكلة، ده تخليل يعني مش إحنا مش هنشربه. مع إن في ناس عندها إدمان مَيّة الليفت دي بيقولوا لِك شفا يعني. أهو. طب أنا عملته في البرطمانين دُولة والبرطمان الإزاز التاني ده عشان الكمية دلوقتي عشان أنا لسه مقطّعاها، فلسه الليفت حي يعني ما دبلش لسه. طبعًا تاني يوم هالاقي الليفت ده طلع لفوق، والمَيّة اللي تحت دي بدأت إنها تقِل، يعني المَيّة تحت بدأ إن هو يترفع منها الليفت. أروح زقّاه كده بإيدي واخدة الكمية دي حاطّاها معاها، وهيبقى زي الفل وزي العسل. والبرطمانين خدوا ال3 كيلو، وفضّيت البرطمان ده فيهم برضه، وبقت الكمية زي العسل. بس طبعًا إيه، كان تاني يوم. أنا حطّيت بقى إيه، ليه كده بقى الصينية دي عشان لو المَيّة زيادة فيه والّا حاجة ونزّل مَيّة من البرطمان رغم إنه مقفول، ما يبهدلّيش الدنيا. أهو الليفت أهو زي العسل، وبألف هنا وشفا. وما تنسونيش بقى إيه من اللايكات. سلام.